13 سنة بالتمام والكمال ديال الغياب على التتويج بلقب البطولة الوطنية، الشيء اللي ما عادوش فريق بحجم نادي الوداد الرياضي باعتباره النادي الأكثر تتويجا بالألقاب محليا. فترة اللي عرفت ضياع ألقاب في آخر الأنفاس، أداء لا يليق بحجم الوداد الرياضي، ظلم تحكيمي وتسييري آنذاك، واستفادة أحد الفرق من اندماج تاريخي قدر أنه يقويه رياضيا وتسييريا. كيفاش قدر الوداد يرجع لسكة الألقاب ويتوج بالبطولة رقم 16 في تاريخه؟ مرحبا بكم في عودة الوداد إلى المجد من بعد 13 سنة. الزمان موسم 2005-2006. المكان بيت أحد المسيرين السابقين داخل نادي الوداد الرياضي الأستاذ جلال. الاجتماع عرف حضور العديد من الفعاليات الودادية، على رأسها الأب الروحي المرحوم الحاج عبد الرزاق مكوار، الرئيس الحالي آنذاك طيب الفشتالي، مدرب الفريق البرتغالي خوسي روماو، مساعده فخر الدين الرجحي، ونجوم الوداد السابقين بادو الزكي، عزيز بودربالة، وكذلك لاعبين من الفريق الأول. الاجتماع كان فرصة للم شمل العائلة الودادية لوقف نزيف الغياب عن لقب البطولة الوطنية، والالتفاف الكلي خلف الفريق للتتويج باللقب مع نهاية الموسم. لأن هذه السنة هذه تكون السنة ديال الوداد البيضاوي، وإن شاء الله في حياة الحاج مكوار يشوف فريق الوداد البيضاوي وبطل ديال المغرب وبطل ديال دوري أبطال العالم. من بعد تعيينه كرئيس نادي الوداد الرياضي، قرر الطيب الفشتالي أنه يتعاقد مع مدرب اللي كان الاسم ديالو أول مرة غيتعرف عليه الجمهور آنذاك، خوسي روماو، مدرب برتغالي بتجربة لا تستهان. المدرب كان آنذاك خدا تجربة كمساعد مدرب للمنتخب البرتغالي الأول رفقة الإطار أنطونيو أوليفيرا من سنة 2000 لسنة 2002. من بعدها قاد المنتخب البرتغالي الأولمبي وشارك معهم في أولمبياد أثينا 2004 قبل ما يلتحق بنادي الوداد الرياضي. روماو خلال الفترة ديالو تميز بالتكتيك، بالاعتماد على مزيج بين لاعبين شباب ولاعبين الخبرة، وخلى الجماهير الودادية تغنى به. ما يمكنش نذكروا إنجاز سنة 2006 ونمروا مرور الكرام على واحد من رجالات الوداد، فخر الدين الرجحي. فخر الدين اللي من غير إنجازاته كلاعب كان له دور مهم كمساعد لروماو، خصوصا في تسهيل توصيل تعليمات المدرب للاعبين وكذلك الحفاظ على روح المجموعة. من ضمن التحديات اللي واجهت خوسي روماو بعد التحاقه بالوداد كان إيجاد توليفة كتجمع بين عنصر الخبرة والشباب، خصوصا بعد رحيل أحد الأعمدة المهمين كالحسن أبرامي، ولاعبين بتقنيات عالية كعبد الحق عيط العريف وشمس الدين الجنابي. روماو ركز على دفاع قوي عنده تجربة بقيادة بن شريفة، لويسي وطلحة، واعتمد على وسط ميدان وهجوم فيه مزيج بين عناصر مجربة وشابة، كان من ضمنها محمد مديحي، الانتدابات الجديدة كأحمد طالبي القادم من نهضة بركان، فوزي البرازي كذلك كوسط ارتكاز، هشام جويعة اللي كان التحق بالفريق من أولمبيك أسفي بعد تألقه رفقة مجد المدينة، وأبناء النادي بحال عبد الرحيم السعيدي ويونس منقاري. بالنسبة للأجانب كان الاعتماد بشكل أساسي على جون جاك غوسو كوسط ميدان، وإبراهيم توري كرأس حربة، اللاعبين اللي تألقوا بجوج من بعد وقدروا يلتحقوا بأندية كبيرة بحال اف سي موناكو. نفس موسم تتويج الوداد بلقب البطولة عرف أول حضور وأول باشاج للملوك المدرجات وينرز 2005. التاريخ كان 13 نوفمبر.
سنة 2005 في مباراة اللي جمعت الوداد بجمعية سالا في ملعب الأبجيكو. المباراة كانت انتهت فوز الوداد بهدف مقابل لا شيء. الوينرز وخلال ذاك الموسم قدموا مساندة كبيرة للوداد عن طريق طرق التشجيع المبتكرة والجديدة والتفافهم حول النادي حتى لنهاية الموسم. الوداد وفي رحلته نحو التتويج بلقب البطولة 16 دار انطلاقة أكثر من رائعة قدر ينتصر فيها ب5 المباريات متتالية. أول انتصار كان ضد شباب محمدية في افتتاح أولى جولة البطولة الوطنية بفوز بهدف ل0. تبعوا فوز خارج الميدان ضد الدفاع الحسني الجديدي بهدفين مقابل 1. ثالث انتصار كان ضد مولودية الوجدة خارج الميدان مرة أخرى بهدف ل0. ومن بعدها جاو 2 انتصارات متتالية ضد المغرب التطواني بهدفين ل0 وضد أولمبيك أسفي ب1-0. في الحصيلة الوداد فاز على 5 من 5 وقدر أنه يسجل 7 الأهداف ويتلقى هدف 1. من بعد ما حقق الوداد العلامة الكاملة في ال5 مباريات الأولى دخل في مرحلة فراغ بذهاب أول هزيمة له في الموسم ضد اتحاد الزموري الخميسات بهدف ل0. من بعد الفريق حقق انتصار وحيد في ال5 مباريات الثانية كان ضد جمعية سالا. موراها كان تعادل ضد الجيش الملكي في الرباط، ضد شباب المسيبة في العيون، وهزيمة في الديربي. بالعودة لهذه المباراة كان أول ديربي تحت قيادة خوسي روماو وبلاعبين أغلبهم كيجريو الديربي لأول مرة، من ضمنهم أحمد طالبي مسجل هدف وأبناء الفريق كزكريا عودان، يونس منقاري وعبد الرحيم السعيدي. من بعد ما كان الشوط الأول شوط تكتيكي اللي انتهى بنتيجة 0 لمثله، دخل الوداد بشكل مغاير وفرض طريقة وأسلوب لعبه على الخصم وقدر يسجل هدف السبق من بعد تمريرة محكمة ديال جون جاك غوسو في اتجاه أحمد طالبي. الوداد للأسف تأثر بطرد جون جاك غوسو بعد استفزاز من اللاعبين ديال الفريق الخصم. اللقاء اللي شهد تحيز تحكيمي واضح لصالح الفريق الآخر، وبالرغم من ذلك الوداد بقى مآمن وضاغط لآخر لحظة رغم النقص العددي، ولكن للأسف كان للتحكيم رأي آخر وانتهى الديربي الأول لخوسي روماو بنتيجة الهزيمة. من بعد هزيمة الديربي قدر الوداد أنه يسترجع سكة الانتصارات بعد تعادل آخر ضد اتحاد طنجة بهدف لمثله. قدر الوداد أنه ينتصر بثلاثية نظيفة على اتحاد توارقة، من بعدها على أولمبيك خريبكا بهدفين ل1، وعلى النادي المكناسي بفوز مهم من قلب مكناس بهدف رائع من توقيع اللاعب سمير صرصار. الوداد أنهى مرحلة الذهاب ب30 نقطة بمجمل 9 انتصارات، 3 تعادلات و3 هزائم. الوداد ومن بعد انتهاء مرحلة الذهاب ب30 نقطة داز للسرعة النهائية في مرحلة الإياب، وقدر أنه قبل لقاء الديربي في 12 ماتش يحقق 8 الانتصارات و3 تعادلات و0 هزيمة. انتصارات كانت مهمة خصوصا خارج الميدان ضد شباب محمدية، ضد المغرب التطواني، وكان كذلك الانتصار اللي عطى واحد الشحنة معنوية كبيرة للوداد، الانتصار في لقاء الكلاسيكو في الليلة الشهيرة بهدف فوزي البرازي. الوداد لقى راسو على بعد نقطة واحدة من تحقيق لقب البطولة الوطنية بعد سنوات وسنوات من الانتظار. جاء يوم الحسم، نقطة واحدة كتفصل الوداد عن التتويج بعد 13 سنة من الانتظار.
انذاك كانت اشاعه بحدوث تسونامي في نفس يوم المباراه، ولكن ظهر ان التسونامي الحقيقي كان هو اللي ضرب الضفه الاخرى. الجماهير الوداديه كانت متحمسه للمباراه وكتنتظرها بفارغ الصبر، خصوصا انه طعمها خاص حيت غيكون ضد الغريم الكروي. الجماهير الوداديه توافدات على الملعب باعداد غفيره في ساعات مبكره وبقات مآمنه بحظوظ الفريق وكتشجعو حتى لاخر لحظه. الوداد لقى راسو متاخر في النتيجه ديال المباراه وبقى كيبحث على هدف التعادل في ظل تشتيت الكره وتضييع الوقت من طرف لاعبي الفريق الخصم اللي كانوا كيديروا كل ما في جهدهم باش الوداد ما يتوج باللقب ذلك اليوم. ولكن كان الهشام اللويسي راي اخر. جويعة لويسي هذا سيف وهو الدير برقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي ماذا سيفعل؟ محاط ب4 3 لاعبين. كلمات التوجيه. جويعة لويسي ماذا سيفعل لويسي؟ يستير فرصة هدف جول، هدف الموسم وهدف قاتل، هدف من الروعه بمكان كما قلت. اذا الوداد شتي الهدف غيجتهد المركب الرياضي محمد الخامس بهذه الطريقه. مباراه العمر، هدف العمر لن ينتهي طويلا عن ضربه. يديك الحمراء وليك ما نبغى والكره سكرة رجال مقبولة في المشاير والسوق يكون جمهور ميلانو الكوان سانسيرو لاموري مطاش بشعب الحق والقاع وشحال ومازال القلب المدرع سنين الدوبلي العام يفرج ربي ونفرح قلبي ونعيشو لافي وماك يا الحمراء بونامور توجور يا الغالي والله تجبلي رضوان علالي نبيك يا سوفري شامبيوني ديرو لا فولي تصواري زايا محلاك يديك الحمراء وليك ما نبرا والكرة تقرا رجال مقبولة فرماشاير وسوق يكون جمهور ميلانو الكوان سانسيرو لاموني مونتاج ميشا عبد الحق والقار وشحال ومازال والقلب المدرع سنين الدوبلي هذا العام يفرج ربي ونفرح قلبي ونعيشو لافي ومعاك يا الحمراء مونامور توجور يا الغالي والله انت في بالي رضوان علالي نبيك نسوفري إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش خليو ليا لايك سبسكرايب وشي كومونتير. من هنا لا فيديو الجاي كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم ديما وداد.